حليت عيني، ولكن بحال الا سديتهم. ظلام دامس كحل بحال القطران. اول حاجه حسيت بها هي ديك البروده القاصحه اللي كتدخل نيشان للعظم، بروده ديال شي بلاصه عمرها شافت الشمس. بغيت نحرك يدي، لقيت راسي مزير في واحد المساحه ضيقه بزاف، السقف قريب ليا لدرجه انني قايسو بنيفي. ريحه التراب الفازق، ريحه الغيس، وريحه الغمال ضاربه ليا في راسي بحال شي ضربه ديال المطرقه. بغيت نغوت، بغيت نخرج شي صوت، ولكن حنجرتي كانت ناشفه بحال الا صارت الرمله. هنا في ديك اللحظه بالضبط عقلي بدا كيستوعب الكارثه. انا مدفون، مدفون حي. نبضات قلبي ولات كتضرب بحال شي طبل في وسط راسي، كل دقه كنسمعها مضاعفه وكتزيد في هذا الرعب اللي شلل لي اطرافي. كنحاول نتنفس، ولكن الهواء قليل ثقيل ومخنوق. بديت كنقيس الجناب ديالي بيدي اللي كيترعدوا بجنون. خشب، خشب حرش فازق ومسمر مزيان من كاع الجوايه. الدموع بداو كيهبطوا من عينيا سخان وحرقوني في حنكي. واش هذه هي النهايه؟ واش هكا غنموت بوحدي تحت التراب في وسط غابه ما كيعرفها غير الله والشياطين اللي ساكنينها؟ عقلي بدا كيتبلوكا، كيحاول يلقى شي تفسير منطقي، شي خيط اللي يربطني بالواقع. كيفاش وصلت لهنا؟ البارح كنت مع صحابي، كنا ضاحكين، كنا ناشطين، واليوم انا مسجون في واحد القبر ضيق. كنحك ضفاري مع الخشب بكل ما عطاني الله من جهد، كنكرط فيه حتى حسيت بالدم كيسيل من صباعي، ولكن والو، الخشب غليظ وما كيتزعزعش. فجأة وسط هاد الصمت الميت سمعت شي حاجة، شي صوت خافت جاي من الفوق، بحال شي خطوات. سكت، حبست النفس ديالي اللي كان كيتقطع باش نتأكد. واه، خطوات تقال كيمشيو فوق التراب اللي مغطيني. شكون هذا؟ واش جاي يعتقني ولا هو اللي دفني؟ حاولت نغوت بكل ما عطاني الله من جهد. اعتقوني، انا هنا، خرجوني من هذا القبر. ولكن الصوت رجع ليا مكتوم في وجهي. الخطوات وقفوا بالضبط فوق راسي. حسيت بواحد الضحكه خافته، ضحكه شيطانيه تسربات مع ذرات التراب ووصلت لودني. تم عرفت باللي القضيه ماشي غلطه وماشي كابوس غنفيق منه. انا تدفنت بالعاني، وهذه غير البدايه ديال واحد العذاب اللي ما عنده نهايه. عقلي بدا كيرجع للور، كيحاول يجمع الطراف ديال هاد الكابوس. كيفاش طحت في هاد الفخ؟ تفكرت الرحله ديالنا. كنا 3 ديال الصحاب، انا ياسين وطارق. قررنا نبعدوا على الصداع ديال المدينه ونمشيو نخيموا في غابه عين الكحله. هاد الغابه معروفه في المنطقه باللي موحشه ومقطوعه، والناس ديال الدواوير اللي قراب ليها ما كيزعموش يعتبوها بالليل. ملي كنا غاديين في الطريق وقفنا في واحد ستاسيون باش نعمروا المازوت. تما تلاقينا بواحد الشيباني، وجهه مكرمش وعينيه فيهم واحد النظره غريبه، بحال الا كيشوف شي حاجه حنا ما كنشوفوهاش. ملي عرفنا غاديين لعين الكحله، شدني من يدي بواحد القوه ما كنتش كنتوقعها من واحد في عمره، وقال لي بصوت كيرجف: يا ولدي، ديك الغابه كتاكل ضيافها، الارض ديالها مسقيه بالدم، والشجر ديالها كيتنفس السحور. رجعوا بحالكم، راه اللي كيدخل تما ما كيخرجش كيف ما دخل. ضحكنا بحال الدراري الصغار اللي كيسحاب ليهم راسهم قفزوا على الدنيا. طارق قال ليه باللي حنا غير غنخيموا ليله وحده ونرجعوا، ولكن الشيباني بقى كيشوف فيا انا بالضبط، وقال لي: القرابين كتمشي برجليها للمذبح. ما فهمتش هضرتو ديك الساعه، اعتبرتها غير خرافات ديال الناس القدام. كملنا الطريق ودخلنا للغابه. كل ما كنا كنتعمقوا لداخل، كل ما الضوء ديال الشمس كان كيقل، بحال الا الشجر كان كيتعمد يسد علينا السماء. الجو تبدل، ولات واحد البروده قاصحه ما عندها حتى علاقه بالجو ديال الصيف اللي كنا فيه. حطينا الخيمه ديالنا في واحد البلاصه خاويه وسط الشجر الكبار. ياسين كان ساكت بزاف، وهادشي ماشي من العاده ديالو. كان هاز معاه واحد الصاك كحل ما خلى حتى واحد فينا يقرب ليه. ملي سولو طارق شنو فيه، قال لي غير شي لعيبات ديال التخييم. ولكن النظره اللي كانت في عينين ياسين ديك العشيه كانت نظره ديال شي واحد ميت من الداخل، شي واحد كيوجد لشي مصيبه. دابا وانا مخنوق تحت التراب، هادوك الذكريات بداو كيبانوا ليا بحال شي بازل كيتجمع. الغلطه ديالي هي انني تجاهلت كاع هاد العلامات، تجاهلت الخوف اللي كان كياكلني من الداخل وكيكذب عليا كيقول لي باللي هادشي غير تخيلات. الظلام هنا لتحت كيبدا يلعب ليك بعقلك. كل دقيقه كدوز كتحس بها بحال عام. ريحه التراب ولات كتخنقني كتار وكتار. بديت كنحاول نتحسس الجناب ديال هاد الصندوق اللي انا فيه. يدي كترعد، صباعي كيقيسوا الخشب. ولكن لحظه، هاد الخشب ماشي عادي. حسيت بشي حفيرات صغار محفورين في السقف ديال التابوت. دوزت صباعي عليهم بشويه.
هادو ماشي غير خديشات عشوائية، هادو حروف، طلاسم ورموز محفورة بعناية. قلبي طاح في السروال. هادشي ماشي مجرد جريمة قتل عادية، هادشي سحر أسود، طقوس شيطانية. تفكرت الليلة اللي خيمنا فيها، جلسنا حدا العافية وطارق كان كيوجد لينا أتاي. ياسين جبد داك السخاك الكحل وخرج منه واحد الكتاب قديم، الغلاف ديالو داير بحال الجلد الناشف، لونو كحال وما فيه حتى شي عنوان. بدا كيتمتم شي كلمات ما مفهومينش. ملي سولت اش كيدير، تبسم ديك التبسيمه البارده ديالو وقال غير كنجرب شي تعاويذ قديمه باش نجريو على الناموس. ضحكت بديك الغباء ديالي وشربت الكاس ديال اتاي اللي عطاني طارق. الكاس الاول، الكاس الثاني، من بعد حسيت بالدنيا كتدور بيا. العافيه قدامي ولات كتحرك بحال شي وحش كيشطح. اخر حاجه كنعقل عليها هي وجه ياسين، كان كيشوف فيا من الفوق، والضو ديال العافيه ضارب ليه في وجهه بحال شي شيطان، وكيقول طارق صافي راه دابا واجد، النجم طلع والوقت وصل. دابا وانا كنقيس هاد الطلاسم فوق راسي، عرفت باللي انا هو القربان، انا هو الثمن اللي خلصوه باش ياخدوا شي حاجه من هاد الغابه الملعونه. التوتر بدا كيطلع ليا في الدم بحال السم، الهوا غادي وكينقص، وكل نفس كناخدو كيحرقني في الريه ديالي. فجأة سمعت واحد الصوت من الفوق، ماشي خطوات هاد المرة، صوت ديال شي حاجة كتجر فوق التراب، شي حاجة تقيلة كتجر بصعوبة. واش هادو هما؟ واش رجعوا؟ حاولت نكتم الأنفاس ديالي باش نسمع مزيان. الصوت بدا كيقرب لدرجة أنني حسيت بالتراب كيتهز فوق مني. شي حاجة حطت الوزن ديالها كامل فوق القبر ديالي. الخشب ديال التابوت طرطق واحد شوية. غوت بكل ما في جهدي، نسيت كاع داك الخوف، بقى فيا غير الرغبة في البقاء. ضربت السقف بيدي وبكراعي، كنجرح راسي، كنزف، ولكن هذيك الحاجة اللي الفوق ما بعداتش، بالعكس بدات كتخربش في التراب بحال الا كتحاول تحفر باش توصل ليا. الأكسجين بدا كيتقاضى بصح، الصدر ديالي كيطلع ويهبط بسرعة جنونية، كيحاول يقلب على أي ذرة ديال هوا في هاد السرداب المظلم، ولكن كنجر غير ريحة الموت والتراب الفازك. عقلي بدا كيفقد السيطرة على الواقع، الهلوسة بدات كتسلل ليا الدماغ، بديت كنشوف ألوان غريبة في وسط هاد الظلام الكحل. كنشوف وجوه مشوهة، عينيها خاويين، كيضحكوا عليا في الزوايا ديال التابوت. كنهضر معاهم، كنطلب منهم يحتاقوني، ولكن كيجاوبوني غير بواحد الهمس مرعب اللي كيدخل ليا نيشان لودني. انت ديالنا دابا، الارض غتبلحك. هاد الاصوات ماشي فراسي، كنحلف لكم باللي ماشي فراسي، كنسمعهم واضحين بحال الا شي واحد ناعس حدايا في هاد الضيق. بديت كنحس بالخشب كيزيد يهبط عليا، التراب الفوقاني تقيل بزاف، ومع الشتا اللي غالبا طاحت الغيس زاد في الوزن ديالو. الترطيق ديال الخشب ولا هو الموسيقى الوحيدة اللي كنسمع. كل ترطيقة كتقول لي باللي السقف غيطيح عليا وغندفن تحت الأطنان ديال التراب اللي غيدخل ليا لفمي، النيفي، العينية. بديت كنضحك بواحد الهيستيريا بحال شي مجنون. دموع الخوف تخلطوا مع دموع الضحك. الجنون بدا كياكلني. كيفاش بنادم كيموت هكا؟ واش هذه هي الروح ملي كتبغي تخرج؟ حسيت بشي حاجة كتمشى لي على رجلي، شي حاجة صغيرة باردة وفيها بزاف ديال الرجلين، حشرة. من بعد حسيت بوحدة أخرى في عنقي. التابوت ما كانش مسدود 100%. الدود والحشرات ديال الأرض بداو كيدخلوا يقلبوا على اللحم ديالي وانا باقي حي. بديت كنضرب راسي مع الخشب باش نحيدهم، كنت تلوى بحال شي حنش مقطوع، ولكن المساحة ضيقة، ما قادرش حتى نهز يدي باش نحيد ديك الحشرة اللي دخلت ليا في شخري. بديت كنغوت لدرجة أن الحبال الصوتية ديالي تجرحوا، وبدا كيجيني طعم الدم في فمي. العقل ديالي وصل للحافة، ما بقيتش عارف واش أنا باقي حي ولا هذا هو جهنم اللي كنتعاقب فيه على ذنوبي. الظلام ولا كيتجسد ولا عنده وزن كيتبرك عليا به. وسط هاد الهلوسة والجنون واحد الذاكرة قديمة رجعت ليا بحال البرق. قبل سنين جدتي الله يرحمها كانت كتعاود لينا على عشيرة الشياطين، واحد النوع ديال الجن اللي كيسكنوا في الغابات القديمة المنسية. قالت لي باللي هاد الجن ما كيتغداوش على الماكلة، كيتغداو على الخوف، على الرعب وعلى الأرواح المقهورة. باش السحارة يتواصلوا معاهم وياخدوا منهم القوة ولا الكنوز المخفية، خصهم يعطيوهم قربان حي. قربان خصو يندفن حي في التراب ديالهم باش الأرض تمص الحياة ديالو قطرة بقطرة. داكشي علاش ياسين كان كيقلب في داك الكتاب الملعون. ياسين باعني
باع الصداقة ديال 20 عام باش يرضي شي كيان شيطاني ويقضي الغراض ديالو. تفكرت شي كلمات سمعتهم ملي كنت نص ناعس نص فايق، ملي كان مفعول المخدر شد فيا البارح بالليل. كنت كنجر عيني باش نحلهم، وشفت ياسين وطارق كيحفروا في واحد البلاصه حدا الخيمه. ياسين كان كيرمي شي عظام ديال شي حيوان وكيرش شي حاجه كحله فوق التراب. سمعتو كيقول طارق خصو يكون واعي ملي يندفن، الخلعه ديالو هي اللي غتفتح الباب، الا مات قبل ما يفيق الطقوس غتفسد. طارق كان كيرعد بالخلعه، ولكن كان كيتبعو بحال الكلب المطيع. هاد الاستيعاب ضربني بحال شي خنجر مسموم لقلبي. الخيانه صعيبه، ولكن ملي كتكون الخيانه هي السبب في موتك بهاد الطريقه البشعه كتولي بحال شي نار كتحرقك من الداخل. ما بقيتش كنحس بالخوف قد ما وليت كنحس بالحقد والغل. بغيت نخرج من هنا غير باش ننتقم، بغيت نشرب من دمهم. هاد الغضب عطاني واحد القوه غريبه، حبست البكا، حبست الهستيريا، بديت كنركز كاع طاقتي باش نلقى شي نقطه ضعف في هاد الصندوق الملعون. ولكن كل ما تحركت بقوه كل ما الاكسجين كينقص بسرعه. الريه ديالي ولات كتصفر مع كل تنفس، العرق مخلط مع الغيس والدم غطى ليا وجهي كامل. الطلاسم اللي محفوره فوق راسي بحال الا بدات كتضوي بواحد اللون احمر خافت في وسط الظلام، ولا هادي غير هلوسه اخرى من قله الهواء. ما عرفتش، ولكن اللي عرفت هو ان ديك الطلاسم هي اللي حابسه روحي هنا، وهي اللي كتسنى فيا نستسلم باش تسلمني لسكان هاد الغابه. العزله التامه هي واحد العزله التامه ما كيبانش، كياكلك من داخل بشويه بشويه. هنا لتحت ما كاين لا شمس لا قمر لا صوت ديال الناس، كاين غير انت والظلام والموت اللي كيتسناك. العضلات ديالي بداو كيتشنجوا بواحد الالم لا يطاق، رجلي تنملوا ما بقيتش كنحس بهم كاع، كتافي تضروا بالنعس على هاد الخشب القاصح. اسوأ حاجه هي العطش، واحد العطش قاتل نشف ليا حلقي لدرجه انني ما بقيتش قادر نبلع حتى الريق ديالي. لساني ولا حرش بحال الكاغي تحرش. بديت كنتخيل صوت ديال شي واد كيجري حدايا، كنتخيل الماء بارد كينزل على وجهي، ولكن ملي كنحل فمي باش نشرب كيدخل ليا غير التراب اللي كيطيح من الشقوق ديال الخشب. الوقت فقد المعنى ديالو. شحال داز دابا؟ واش ساعات؟ واش ايام؟ واش قرون؟ ما يمكنش تعرف. الظلام كيمسح كاع القواعد ديال الزمان. هاد العزله خلاتني نواجه راسي، نواجه كاع الاغلاط اللي درت في حياتي. تفكرت امي اللي خليتها بوحدها في الدار وما ودعتهاش مزيان، تفكرت كاع اللحظات اللي ضيعتها في الخوى الخاوي، ولكن هاد الندم ما عنده حتى شي قيمه دابا. انا مجرد طعم في السماره ديال شي ساحر مايض. في هاد اللحظه ديال الاستسلام سمعت شي حاجه اللي جمدات ليا الدم في العروق، ماشي ترطيق ديال الخشب وماشي خطوات من الفوق. هاد المره الصوت كان جاي من معايا في التابوت، واحد الهمس خافت، همس ديال شي واحد كيتنفس حدا ودني بالضبط، نفس بارد فيها ريحه ديال اللحم الخامس والكبريت ضرب ليا في وجهي. قلبي وقف، حرفيا حسيت بيه وقف. واش انا بوحدي في هاد القبر ولا شي حاجه تدفنات معايا؟ حاولت نبعد راسي للجهه الاخرى ولكن المساحه ما كتسمحش. الهمس زاد ولا بحال شي ضحكه مكتومه ديال شي طفل صغير ولكن بصوت غليظ ومبحوله. ديك الحاجه كاينه معايا، كتحس بالخوف ديالي وكتغدى عليه بحال كيف ما قال الكتاب الملعون. دموعي نشفوا وعيني تفتحوا لاقصى حد في الظلام. كنتسنى اللمسه الاولى ديال هذا الكيان. ديك الضحكه المكتومه تحولات لواحد خربشه قريبه بزاف، ولكن الصدمه الكبرى هي ان هاد الخربشه ما كانتش جايه من الجناب ديالي، كانت جايه من تحت الخشب اللي انا ناعس عليه. شي حاجه كتحفر في التراب من التحت وكتضرب في القاع ديال التابوت. الضربات بداو خفاف بحال شي واحد كيدق بصباعه، ومن بعد ولاو كيجهدوا دب دب دب. الضربه مورا الضربه التابوت كامل ولا كيتهز بيا. الارض من تحتي بحال الا تفتحات وفيها شي وحش باغي يخرج. الطقوس نجحات، الكيان فاق من النعاس ديالو وجاي ياخذ القربان ديالو. الرعب اللي حسيت به في هذه اللحظه ما يمكنش ينوصف بالكلمات. الخوف العادي كتحس به ملي كيكون عندك فرصه تهرب، ولكن ملي كتكون مشدود في صندوق تحت الارض وما عندك فين تهرب الخوف كيتحول لواحد الشلل كلي. بديت كنقرا كاع الايات اللي حافظ من القران، كنزرب فيهم كنخلطهم غير باغي نحمي راسي. ولكن مع كل ايه كنقراها الضرب من التحت كيزيد يجهد، والضحكه الشيطانيه كتولي اعلى واعلى بحال الا كيستهزأ بيا. فجاه حسيت بواحد الشق كبير تفتح في الخشب تحت داري، واحد البروده خياليه ضربتني في السمسول ديالي.
الخشب طرطق وشي حاجة دخلات للتابوت. كانت بحال شي يد، ولكن ماشي يد ديال بنادم، يد طويلة رقيقة بزاف وعظامها خارجين. الجلد ديالها كان حرش بحال الشوك، والضفار ديالها طوال وماضيين بحال الموس. هاد اليد دازت على رجلي، طلعات بشويه مع السروال ديالي. كل بلاصه قاست لها كنحس بها كتحرق، بحال الا حطات عليا جمره ديال العافيه. بغيت نكمش رجلي، بغيت نضرب ديك اليد، ولكن ما قديتش. العضلات ديالي تخشبوا. اليد بقات كتطلع حتى وصلت لصدري، وحطات الضفار ديالها على بلاصه قلبي. حسيت بالنبض ديالي كيضرب مع الضفار ديالها. كنتسناها تخترق الصدر ديالي وتجبد ليا قلبي. هذه هي النهايه. الوحش جاي ياخذ الحصه ديالو. الضفار ديال الكيان غرزوا في اللحم ديال صدري واحد شويه. حسيت بالدم سخون بدا كيسيل، ولكن الغريب انه ما كملش. اليد الملعونه وقفات تما بحال الا كتلعب بيا، كتطول في العذاب ديالي. وفي هذيك اللحظه سمعت واحد الصوت جاي من التحت. صوت ما كيهضرش باللغه ديالنا، كيهضر بواحد اللغه قديمه حرشه كتشبه لصوت الحجر ملي كيتحك مع بعضياته. الكلمات دخلات ليا راسي، فهمت المعنى ديالها بلا ما نفهم اللغه. الروح ديالك ديالي، جسدك غيبقى هنا، ولكن روحك غتمشي معايا للهاويه. الكيان ما كانش باغي اللحم ديالي، كان باغي يعذبني حتى نسلم ليه الروح ديالي باليأس والخوف. ولكن فجأة واحد الغريزه ديال البقاء، غريزه حيوانيه ناضت فيا. ما عرفتش منين جاتني ديك القوه. هزيت يدي اليمنى اللي كانت مزيره وضربت بديك اليد الملعونه بكل ما عندي من جهد. الضفار تجبدوا من صدري وخلطوا لي اللحم. الكيان طلق واحد الغوته مرعبه، غوته زلزلت التابوت كامل وخلات التراب الفوقاني يطيح عليا من الشقوق. في هذيك اللحظه ديال الفوضى حسيت بالتابوت كله كيتحرك بحال الا الارض كتمخض. السقف ديال القبر بدا كيتشقق من الفوق هاد المره. الوزن ديال الغيس والتراب غلب على الخشب، ومع الحركات ديالي وديال الكيان الخشب ما بقاش صابر. كراك، واحد الصوت مجهد ديال الخشب تهرس، والتراب بدا كينزل عليا بحال الشلال. الغيس دخل ليا لعيني، لفمي، لنيفي. بديت كنتخنق بصح. اليد ديال الكيان جراتني من التحت باغا تدخلني معاها للظلام، والتراب من الفوق باغي يدفني. وليت كنصارع في جوج جبهات. بديت كنخبط برجلي، كنضرب في الخشب المهرس، كنجر راسي للفوق، كنحفر بيدي في التراب الفازك. كان خاصني نخرج، كان خاصني نتنفس. الظلام ولا كيتلاشى مع واحد الضوء خافت جاي من الفوق. الشتا كانت كطيح والماء بدا كيدخل للقبر، وهذا الشيء هو اللي سهل عليا نحفر في الغيس. ضربت اليد الملعونه برجلي للمره الاخيره، وتعلقت في الجذور ديال شي شجره بانوا ليا من الفوق، وبديت كنجر راسي بحال شي دوده باغا تخرج من الارض. خرجت راسي من التراب بصعوبه. خديت اول نفس ديال الهواء، هوا بارد نقي ومخلط بريحه الشتا. تنفست بحال شي غريق يلاه طلع من البحر. كحيت الغيس والدم وبديت كنجر نصي التحتاني من الحفره. كانت الشتا كطيح بحال الخيوط، والظلام ديال الغابه كسرينو غير شي ضويات ديال البرق. طحت على الارض، كنت تمرغ في الغيس، كنهج وما مصدقش باللي خرجت من داك القبر. وقفت على ركابي كنشوف في ديك الحفره الكحله اللي خرجت منها. كنتسنى داك الكيان يخرج ورايا، ولكن ما بان والو، غير الحفره والتابوت المهرس لتحت. هزيت راسي كنشوف في الغابه، ولكن شي حاجه ما كانتش هي هذيك. الشجر ما كانش كيبان طبيعي، الجذوع ديالهم كانوا معوجين بحال وجوه كيتعذبوا، والفروع ديالهم بحال يدين طوال كيحاولوا يشدوا في السما. الجو ما كانش بارد عادي، كانت واحد البروده كتكوي الجلد، وما كان حتى شي صوت، لا ريح لا طيور لا حشرات، غير الصمت والشتا اللي كطيح بلا صوت. هادي ماشي الغابه اللي دخلنا ليها، هذا شي عالم اخر، عالم موازي. فجأة شفت واحد الضوء ديال العافيه شعله من بعيد، نفس العافيه اللي كنا شاعلينها انا وصحابي. الامل رجع ليا، قلت يمكن انا غير كنتخيل هاد التغيير في الغابه بسبب الصدمه. صحابي تما، واخا هما اللي غدروا بيا، ولكن على الاقل هما بشر، نقدر نواجههم، نقدر ننتقم منهم، ولا غير نلقى شي طريقه نخرج من هاد الغابه. بديت كنجري بكل ما بقى فيا ديال الجهد. الشوك كيجرح ليا جلي، ولكن ما كنحس بوالو. العافيه بدات كتقرب، وبداو كيبانوا ليا جوج ديال الخيالات جالسين حداها، ياسين وطارق. كانوا جالسين عاطيني بالظهر كيشربوا اتاي بحال الا ما داروا والو. الدم غلى ليا في العروق، مشيت قاصدهم، هاز واحد الحجره كبيره في يدي، باغي نفرشخ ليهم ريوسهم، باغي ندوقهم نفس العذاب اللي عيشتوني فيه. وصلت عندهم، وقفت موراهم، رافع الحجره بيدي بجوج، كنهج بحال شي وحش. غوت باعلى صوتي: ياسين يا الكلب! ولكن ما تلفتوش،
بقاو جالسين في بلاصتهم ما كيتحركوش بحال التماثيل. رميت الحجرة ومشيت شديت ياسين من كتفه وضوات وجهتي باغي نضربو، ولكن اللحظة اللي شفت فيها وجهه يدي تجمدات في السما. هذا ماشي ياسين، هذا أنا، وجهي أنا، ولكن عينيا كانوا قليضين بالكامل، خاويين من الحياة. والابتسامة ديالي ابتسامة شيطانية مشوهة. تلفت لجهة طارق، لقيته حتى هو أنا بنفس الوجه الميت والابتسامة المرعبة. تخلعت، رجعت للور، طحت على ظهري. شنو هادشي؟ شنو واقع؟ شفت في يدي اللي كنت شاد بيهم الحجرة، الجلد ديالي ما كانش كاين، كانوا غير عظام طوال بضفار كحلين وماضين بحال الموس. نفس اليد اللي كانت كتحفر عليا من التحت في التابوت. هبطت عيني لصدري، لقيته مخروق والدم كحل كيسيل منه. عقلي تصدم، الحقيقة المرة ضربتني بحال شي صاعقة. أنا ما خرجتش من القبر، أنا عمري ما طلعت من تما. روحي استسلمت في داك الظلام والكيان خاد الجسد ديالي. هادشي اللي كنشوف دابا، هاد الغابة المعوجة، هاد النسخ ديالي، هذا هو الجحيم ديالي الأبدي. أنا هو داك الوحش اللي غيبقى مدفون تما كيتسنى القربان الجاي باش يحفر عليه من التحت. الشيباني كان عنده الصح، الغابة كتاكل ضيافها وأنا وليت جزء منها. وليت أنا هو الكيان الملعون ديال عين الكحلة. الكاميرا كتبحد بشوية، كتشوفني جالس حدا العافية اللي ما بغاتش تطفى. كنضحك نفس ديك الضحكة الشيطانية اللي سمعت في الأول، والظلام كيسد على كل شيء. النهاية.